بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة باقي محافظات من كتاب المعاصر في مادة الاي سي تي، وهنبتدي النهاردة نحل محافظة البحيرة. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. وأول سؤال معايا النهاردة put true or false. Number 1, using technology in a positive way help people become successful digital citizen. قال لي استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية ده بيساعد الناس إن هم يصبحوا مواطنين رقميين ناجحين. طبعا true. Number 2, digital footprint is a record of what you do in your digital life. Internet. قال لي البصمة الرقمية هي تسجيل كل الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك الرقمية عبر الانترنت. طبعا هقول له true. Number 3, communication that doesn't require an instant response is asynchronous. طبعا هقول له true. معناه السؤال قال لي التواصل اللي مش بيحتاج استجابة فورية او رد فوري بسميه asynchronous، التواصل الغير متزامن. طبعا هقول له true. Number 4, an IM allow you to send messages using the internet. طيب يعني ايه IM الاول؟ instant message، يعني الرسائل الفورية. قال لي بتتيح لك الرسائل الفورية ارسال الرسائل باستخدام الانترنت. طبعا هقول له true. Number 5, if your camera is on, anyone who is on the call will be able to hear you. قال لي لو الكاميرا بتاعتك مفتوحة أي واحد في المكالمة يقدر إن هو يسمعك. طبعا هقول له false. هنا بنتكلم على الميكروفون، لو الميكروفون هو اللي on مش الكاميرا. Number 6, ADL Alexandria Digital Library site is a virtual labs platform that enables students and teachers to do lab experiments. قال لي ان مكتبة اسكندرية، موقع مكتبة اسكندرية هي تعتبر منصة مختبرات او معامل افتراضية بتسمح للطلاب والمعلمين ان هم يجروا التجارب المعملية. طبعا هنا بتكلم على فلابي مش بتكلم على مكتبة اسكندرية. ونشوف مع بعض نمبر 7 بيقول لي social media sites such as Facebook, wiki pages and blogs always free from factual information. يعني بيقول لي مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وصفحات الويكي والمدونات خالية دايما من المعلومات الواقعية. طبعا هقول له false. مش كلها، هو قال لي كلها يعني او دايما، لا مش دايما، عشان كده هقول له ايه؟ هقول له false. ونشوف مع بعض أسئلة choose the correct answer. Number 1, choose your topic. Step is the نقط. Step 2, conduct a digital search. قال لي إن أنا أختار التوبيك. يعني إيه التوبيك؟ يعني الموضوع بتاعي ده يعتبر أنهي خطوة من خطوات البحث الرقمي. طبعا دي أول خطوة. Number 2, نقط is an attempt to answer your question. قال لي هي محاولة للإجابة على سؤالك. طبعا الهايبوثيس الافتراضية. نشوف مع بعض نمبر 3, to solve نقط problems breaking down it into smaller sections. قال لي لما اجي احل انه مشكلة من دول البسيطة السيمبل ولا الكومبليكيتد المعقدة ولا النيو الجديدة ولا البيج الكبيرة، breaking down بقسمها it into smaller sections، بقسمها لأجزاء صغيرة. طبعا لما باجي أحل ال complicated problems. Number 4, if you include content too close to the edge I will appear. حلو قوي السؤال. قال لي لو أنا لو أنت قمت بتضمين محتوى قريب جدا من الايدجز، يعني انت قعدت تكتب كده ما بين، يعني جيت عند حرف الصفحه وقعدت تكتب. طيب ده هيبدو الصفحه هتبدو اكنها ايه؟ طبعا هقول له هنا هتبدو اكنها كرامبد. يعني ايه كرامبد؟ اكنها ضيقه.
Number 5. An algorithm is a series of نقط that explain how to do a task. قال لي الخوارزميات هي عبارة عن سلسلة من الايه بتشرح كيفية حل المهمة. يبقى طبعا أنا طالما بتكلم على algorithm يبقى بتكلم على سلسلة من الخطوات series of steps. Number 6. Coding is the writing of multiple نقط to make a complete program. قال لي الكودينج البرمجة هي عبارة عن كتابة خطوات متعددة لإنشاء برنامج متكامل. طيب خطوات من إيه؟ طبعا خطوات من الالجوريزمز، من مجموعة من الخوارزميات. Number 7. There are many websites like نقط that can help you learn to code. قال لي أنا عندي العديد من مواقع الويب اللي ممكن تساعدني على تعلم البرمجة. طبعا طالما قال لي كود يبقى أنا بتكلم على ويب سايت اسمه code.org. Number 8. A popular graphics editor is نقط. سؤال سهل جدا. محرر رسومات شهير. قال لي جرافيكس يبقى أنا بتكلم على برنامج إيه؟ رسم، يعني مايكروسوفت بينت. ندخل مع بعض على اختبار محافظة إسماعيلية، اختبار نمبر 10، ونشوف أول سؤال معايا بيقول لي إيه. Choose the correct answer. نقط is an educated guesses about how things work. قال لي هو تخمين مدروس حول كيفية عمل الأشياء، وطالما قال لي guesses يبقى أنا بتكلم على طول على مين؟ hypothesis. الاتنين مرتبطين ببعض. hypothesis يعني افتراضية وguesses يعني تخمين. Number 2. The title of the email must written in نقط field. قال لي يجب كتابة عنوان البريد الإلكتروني في أنه حقل. السؤال ده اتكرر كتير بس واحنا بنحل أسئلة يعني أسئلة الدرس. طبعا هنا بكتبه فين؟ في السبجكت field. Number 3. نقط is a virtual lab platform to do lab experiment. قال لي هي يعتبر منصة معامل افتراضية بتسمح لي بإجراء التجارب المعملية. طالما قال لي لاب يعني ايه لاب؟ معمل. يبقى أنا بتكلم على مين على طول؟ على فلابي، منصة اسمها فلابي. ونشوف مع بعض. Number 4. The distance at the edge of your poster or billboard called نقط. قال لي المسافة اللي من عند حرف الملصق او اللوحة الاعلانية بتسمى ايه؟ طبعا الهوامش. يعني ايه هوامش؟ المارجنز. ونشوف مع بعض question number 5. Using the internet when I need in light of respecting the law is considered one of نقط. سؤال جميل جدا جدا جدا. قال لي عند استخدام الانترنت عند الحاجة في ضوء احترام الحد الأدنى بيعتبر أحد الإيه؟ طبعا هنا الرايتس، الحقوق. Number 6. When you take نقط you make the problem easier. لما بعمل إيه في المشكلة ده بيكون بالنسبة لي المشكلة أسهل. طبعا إن أنا أقسم المشكلة أعمل لها بريكس. Number 7. Paint program is used in نقط. طبعا طالما قال لي برنامج الرسام يبقى على طول هروح على pictures. طب يعني فين كلمة picture؟ طب أنا عندي هنا editing picture و deleting picture. أكيد مش هستخدمه عشان أمسح الصور، أنا هستخدمه عشان أعمل editing picture، تحرير الصور. Number 8. To create a presentation use نقط. طالما قال لي أنا هعمل presentation عرض تقديمي على طول هروح على مين؟ على برنامج الباوربوينت. ونشوف مع بعض أسئلة true or false. Number 1. You can copy scientific content without the permission of the owner. قال لك إن أنت ممكن تنسخ المحتوى العلمي دون إذن المالك، من غير ما تاخد إذن صاحب العمل ده. طبعا هقول له false. Number 2. You can use coding to identify the paths needed to get out a maze. قال لك ممكن ان انت تستخدم الكودينج او البرمجة علشان تحدد المسارات اللازمة للخروج من الميز، المتاهة. طبعا هقول له true. Number 3. Digital citizenship is the ability to show negative behavior in your communication.
قال لك المواطنة الرقمية هي القدرة على إظهار السلوك السلبي في التواصل. طبعا هقول له ايه؟ هقول له فولس. لازم التواصل بتاعي او السلوك بتاعي يبقى بوزيتيف مش نيجاتيف، ايجابي. Number 4 buying bills has become hard by using tools and apps. قال لي اصبح دفع الفواتير صعب باستخدام الادوات والتطبيقات. طبعا هقول له فولس، ده اصبح ايه؟ easy، سهل. Number 5 reliable online digital tools are available sources of information. قال لي الأدوات الرقمية الموثوقة عبر الإنترنت هي مصادر لا تقدر بثمن. طبعا هقول له true. Number 6 Excel is a program commonly used to record sound. قال لي عندي برنامج الإكسل هو برنامج بيستخدم لتسجيل الصوت. طبعا هقول له فولس، لا أنا ممكن أعمل منه graphs, charts, tables. Number 7 brush tool is used in paint program to enlarge part of the image. قال لي ان انا عندي اداة اسمها اداة الفرشة موجودة في برنامج الرسام، انا بستخدمها يعني علشان اكبر جزء من الصورة. طبعا هقول له فولس. طبعا انا عشان اكبر جزء من الصورة بستخدم الايه؟ العدسة. نشوف مع بعض اختبار محافظة السويس، اختبار نمبر 11، ونشوف مع بعض. أول سؤال عندي بو true or false. Number 1 using technology in a positive way makes us successful digital citizens. قال لي استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية بيجعلنا مواطنين رقميين ناجحين. طبعا هقول له true. السؤال اللي تقريبا بيتكرر في كل الاختبارات اللي احنا قلناها. Number 2 share your personal information to others in a safe and responsible way. قال لي شارك معلوماتك الشخصية أو معلومات الآخرين بطريقة إيجابية ومسؤولة. طبعا هقول له true. Number 3 in video chat you haven't had the application wanted on your device. قال لي في دردشة الفيديو ما لا يمكن انت ما عندكش قصدي تطبيق مطلوب على جهازك. طب انت لازم يكون التطبيق اللي هتعمل منه الفيديو تشات موجود على جهازك. فهو بيقول لي في دردشة الفيديو ممكن ما يبقاش عندك او يعني مش متطلب ان انت يبقى عندك الابليكيشن بتاع ده. طبعا هقول له فولس. Number 4 Teachers and students can communicate through Edmodo platform. يعني ايه السؤال؟ قال لي ان المعلمين والطلاب ممكن ان هم يعني يتواصلوا مع بعض من خلال منصة اسمها الإدمودو. طبعا هقول له true. Number 5 animations and video games. الانيميشنز اللي هي الرسوم المتحركة والفيديو جيمز اللي هي ألعاب الفيديو were created using coding. ممكن ان انا اعملها باستخدام الكودينج. طبعا هقول له true. Number 6 to add a new slide to your presentation use the new file command. قال لي علشان اضيف شريحة جديدة للعرض التقديمي بتاعك استخدم امر الملف الجديد. طبعا هقول له فولس. انا هنستخدم ايه؟ هستخدم نيو سلايد مش نيو فايل. Number 7 some technology problems more complicated than others so you can break down them into small parts. حلوة قوي. قال لي بعض مشاكل التكنولوجيا بتبقى معقدة اكتر من غيرها، عشان كده ممكن ان انت المشاكل دي تقسمها الى اجزاء صغيرة. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض اسئلة تشوز. Number 1 نقط is a series of steps that explain how to do a task. قال لي هي مجموعة او سلسلة من الخطوات بتوضح لي كيفية القيام بمهمة. طبعا الجوريزمز الخوارزميات.
Number 2, it is your نقط to ensure that the information you post or share is from a safe source. قال لي من المفروض انت حاجة انت اللي بتعملها يعني عشان تتأكد من المعلومات اللي انت هتنشرها او تشاركها من مصدر آمن. طب دي طبعا من مسؤولياتك. كلمة مسؤوليات يعني ايه؟ responsibility. Number 3, to open the paint program from the start menu select نقط folder. قال لي علشان افتح برنامج الرسام من قائمة ابدأ هدوس على ايه؟ هدوس على انهي فولدر؟ طبعا accessories. Number 4, the نقط offers some graphical tools to create your graphic. حلو قوي. قال لي بيوفر لي بعض الادوات الرسوميه لانشاء الرسوم بتاعتي. طب ده قال لي كل الجمله عندي جرافيك، يبقى انا بتكلم على برنامج الرسام بينت. Number 5, you can use نقط to create a visual effect when moving from one slide to another. قال لي ان انا ممكن استخدم ايه علشان انشئ تأثير مرئي لما انتقل او لما يعني انتقل من شريحة واحدة لاخرى. يبقى انا هنا بتكلم على مين؟ على طالما قال لي moving from one slide to another يبقى انا بتكلم على حاجة انا بتنقل منها، يبقى انا بتكلم على transition الانتقالات. Number 6, نقط is a record of everything you do online including the websites you visit. قال لي هو تسجيل لكل حاجة انت بتعملها عبر الانترنت بما فيه المواقع الويب اللي انت هتزورها. طبعا انا هنا بتكلم على ديجيتال فوتبرينت البصمة الرقمية. Number 7, نقط is the writing of multiple algorithms to make a complete program. قال لي هي كتابة مجموعة من الخوارزميات علشان اعمل برنامج متكامل. طبعا هنا بتكلم على مين؟ على الكودينج البرمجة. Number 8, نقط is a popular online source where children can find all about animals, history and geography. قال لي هو يعتبر من الحاجات الشائعة او المصادر الشائعة عبر الانترنت للاطفال. تمام؟ وممكن يلاقي عليها كل حاجة تخص الحيوانات والتاريخ والجغرافيا. طبعا انا هنا بتكلم على ناشونال جيوغرافيك كيدز. وناخد مع بعض اخر اختبار معانا النهارده، اختبار محافظة بني سويف، اختبار نمبر 12. ونشوف اول سؤال بيقول لي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. ملك، كنت هسجل واحد تاني فراح اعمل اللي انت سمعتيه ده. ونشوف مع بعض محافظة بني سويف، محافظة نمبر 12. نمبر 1 put true or false. Number 1, we can use ICT tools to learn, to share and to communicate. قال لي ممكن ان انا استخدم ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعلم المشاركة والتواصل. طبعا هقول له true. Number 2, when making a guess to solve a problem, this guess is called the hypothesis. قال لي لما اخمن علشان احل مشكلة ده بيطلق على التخمين ده اسم الفرضية. طبعا هقول له true. Number 3, every track that a person leaves when using the internet is known as digital citizenship. قال لي اي حاجة او اي اثر بيسيبه الشخص لما بيجي يستخدم الانترنت ده بيسمى بالمواطنة الرقمية. طبعا هقول له false. ده بيسمى digital footprint البصمة الرقمية. Number 4, you can copy scientific content without the permission of the owner.
قال لي ان انا ممكن انسخ المحتوى العلمي من غير ما ياخد اذن المالك. طبعا هقول له فولس، لازم اخد البرميشن. نمبر 5 فيديو تشات is a synchronous communication. قال لي محادثة الفيديو تعتبر من التواصل المتزامن. طبعا هقول له true. نمبر 6 planning before conducting any digital research is not important. قال لي التخطيط قبل اجراء البحث الرقمي ده غير مهم. طبعا هقول له false. نمبر 7 it's important to break complex problems into small parts when solving them. قال لي من المهم ان انا اقسم المشاكل المعقدة لأجزاء صغيرة لما اجي احلها. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض اسئلة choose. اول سؤال معايا نقط is used to learn or teach new things. قال لي ايه اللي بستخدمه علشان اتعلم او ادرس حاجة او اشياء جديدة. طبعا انا هنا بستخدم حاجة ليها علاقة بالتعليم. طيب بتكلم على ايه؟ هتكلم على فيديو شيرنج بلاتفورمز، منصات مشاركة الفيديو. نمبر 2 نقط allow you work with classmate outside of school on a project virtually. قال لي سؤال حلو جدا. قال لي ان هو بيسمح لي ان انا استخدم او ان انا اشتغل يعني مع زميلي في الفصل خارج المدرسة على مشروع افتراضي. طبعا هنا على طول بتكلم على منصات مشاركة الفيديو برضو. نمبر 3 not allow teachers and students to communicate no matter where they are. قال لي ده بيسمح للمدرسين والطلاب بالتواصل بغض النظر عن مكان وجودهم. طبعا هنا بتكلم على online learning environments، بيئات التعلم عبر الانترنت. نمبر 4 you can send long text messages over the internet through نقط. قال لي ممكن ان انا ارسل رسالة نصية طويلة عبر الانترنت من خلال ايه؟ طبعا هنا قال لي عبر الانترنت، يبقى انا بتكلم على الايميل، البريد الالكتروني. نمبر 5 نقط allows Egyptian citizens to access learning materials. قال لي ده بيسمح للمواطنين المصريين للوصول الى المواد التعليمية. طبعا هنا بتكلم على Egyptian Knowledge Bank او EKB، بنك المعرفة المصري. نمبر 6 نقط enables you to use digital technology in an ethical, responsible and safe manner. قال لي بيمكنك من استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة أخلاقية ومسؤولة وآمنة. طبعا هنا بتكلم على المواطنة الرقمية digital citizenship. نمبر 7 information that is full of opinions and errors is from نقط. قال لي معلومات مليانة بالآراء، كلها آراء وكلها أخطاء، ده تعتبر ايه؟ طبعا هقول له unreliable sources، مصادر غير موثوقة. واخر سؤال معايا النهارده نمبر 8 نقط is a series of steps that explain how to do a task. خلاص عرفنا اول ما اشوف كلمة series of steps يعني سلسلة من الخطوات بتشرح لي كيفية القيام بمهمة. على طول هروح على مين؟ على الالجوريزم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.